تعالى نرسم اي شخصية. برسم الدايرة وبنزل بالجزء التاني من الوش، ابتدي اتقل على الخطوط اللي انا اتفقت مع نفسي انها خلاص انا دي الخطوط اللي انا هستخدمها، وادي الجمجمة من فوق. ده كده الشكل الخارجي للوش. طيب احنا قبل كده اشتغلنا الشكل الخارجي ده عملناه عبارة عن شكل هندسي واحد او شكلين متداخلين في بعض، فانا عملت هنا شكلين متداخلين في بعض ولكن مش اشكال هندسية صريحة، ولكن عملت الدايرة ونزلت بالشكل اللي انت شايفه ده. يعني عارف انت زي الحتة دي كده زي مثلث، بس انا مش عايزها مثلث، بس تبقى ايه جاية بكيرف كده شوية بحيث انها تديني شكل لطيف شوية للوش. بعد كده بعمل الخط اللي في علامة الزائد اللي هو الخط بالطول والخط بالعرض. الخط اللي بالعرض برسم عليه العينين. خلينا نرسم العينين نعملها واسعة شوية او نعملها دائرية شوية. وادي المناخير بعمل شكل بيضاوي كده وبعمل له فتحتين بس من تحت، يعني ده بشكل مختصر، مش يعني غير بقى ايه الدايره اللي في النص والقوس اللي في الجنب وعظمه المناخير والحاجات دي. ومثلا نعمل له ابتسامه كده ايه مايله كده. طيب الشخص نعمله بس الودن كده عشان بس ما ننساش. الشخص اللي هو بيضحك بسخريه كده او اللي هو بيفكر بفكره شريره، بحاول ان انا اعمل له حواجب يعني غضبانه شويه. تمام. الحواجب الغضبانه مع الابتسامه دي بيديني احساس بالشر شويه. والجفون هعملها ايه نازله كده، وعينه زي ما يكون جحظه، ونن العين في الجنب شويه ولكن تحت الجفن اللي فوق. ممكن مثلا نعمل ايه العظمه بتاعت الوش من هنا، ننزل بالرقبه، نعمل له بقى الشعر، اعمل له شعر مجعد. شعر مجعد عبارة عن ان انت بتبقى ايه بتقعد تلف كده بالقلم دواير صغيرة بحيث انها تديك تأثير الشعر المجعد زي ما اتكلمنا فيه هنا قبل كده. باجي بقى عند الاجناب بيبقى الشعر خفيف شوية. عاوز بقى تعمله هايش من فوق شوية كده، بتخف ايدك اكتر كل ما بتطلع لفوق بحيث ان هو يبقى هايش لفوق مثلا. دي المساحة دي كلها قورة كده فاضية، عاوز تملاها شوية شعر ماشي من قدام.